الرحيم. هنعمل وصفة النهاردة تاكو بالبيج ماك التستي، بس تحفة. انا هنقول بسم الله على طول في الوصفة. هبتدي على طول في الصوص الاول. عندي خيار مخلل كده يعني مفروم صغير، وكمان بصلة صغيرة مفرومة، عليهم معلقتين كبار مستردة، معلقة عسل نحل كبيرة، ومعلقتين كاتشب، وزيهم مايونيز. وكده يبقى الصوص عندي جاهز. هقلبه كويس. اول خطوه كده في الصوص جاهزت، نجهز بقى لخطوه الساندوتش. خطوه الساندوتش سهله خالص. عندي هنا ربع كيلو لحمه مفرومه، بس تقدري تزودي الكميه حسب عدد افراد اسرتك. مش هزود ملح قوي عشان الصوص عندي مظبوط جدا. هحط رشه ملح ورشه فلفل اسود، وكده تبقى جهزت عندي اللحمه. هقلبها كويس. نركن اللحمه على جنب ونبتدي نجيب العيش بتاع التورتيه اللي احنا عملناه مع بعض. وقلت لكم انا عامله احجام صغيره كده مخصوص عشان الوصفه دي. هبتدي كده هفرد كده زي كورة لحمة عليها، وارققها قوي عشان ما تاخدش معايا سوا. هعمل بقى كل الكمية كده بنفس الطريقة. سخنة على النار او جريلا، حاطة فيها شوية زيت صغيرين. هحط بس كده العيش على الناحية اللي فيها اللحمة عشان تستوي. بعد ما اللحمة خدت لون من عندي من الجزء دوت، هقلبها كده واحط على الوش شريحة جبنة تشيدر، واغطيها بس ثانيتين 3 لحد ما تسيح. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه وبعد كده اوريها لكم في الاخر. الجبنه كده ساحت عندي، هشيلها بقى واكمل كل الكميه بنفس الطريقه. نمسك بقى الساندوتش، الصوص اللي احنا كنا مجهزينه، نحط كده معلقه نفردها. وعندي هنا كابوتشي متخرط كده صغير، وهيبقى كده الساندوتش جاهز معايا بنفس الطريقه كده. هخلص كل الكميه. شكله النهائي جاهز معايا. عايزه اقول لكم بجد طعمه وريحته تحفه، ومش هياخد معاكي وقت خالص، واكيد انضف في البيت واوفر. اتمنى ان انتوا تكون عجبتكم الوصفه النهارده، ويا ريت تسيبوا لي كومنتات رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بصفات تانية جديده.